في قلب القاهرة وتحديدا في حي الظاهر. بيقف هناك قصر غريب جدا، تحفة معمارية مهيبة. بس كل اللي قرب منه قال إن في حاجة غلط فيه. القصر ده اسمه قصر السكاكيني. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. وتسمى على اسم صاحبه حبيب باشا السكاكيني، الراجل اللي بناه سنة 1897 بعد ما رجع من رحلة غامضة في إيطاليا. من أول يوم اتبنى في القصر والناس بتتكلم عن أصوات بتطلع منه بالليل، خطوات، همسات، وأحيانا صرخات مكتومة. وفي حكاية بتقول إن حبيب باشا نفسه كان بيعمل جلسات غريبة في القصر، كان بيجمع فيها ناس من أوروبا وبيهتموا بالسحر والروحانيات. وفي يوم اتقال إن جلسة منهم خرجت عن السيطرة، ومن بعدها بدأ القصر يعيش في ظلام غريب. اللي زار القصر بيحكي عن إحساس غريب بالاختناق، كأن في حد بيبصلك من فوق الشبابيك. عمال الترميم نفسهم قالوا إنهم سمعوا أصوات خطوات جوه القصر وهم شغالين رغم إنه فاضي تماما. وفي ناس بتأكد إن تمثال السكاكيني اللي جواه بيغير نظرة بالليل وبيتابع أي حد يدخل القاعة الرئيسية. وفي كمان إشاعة مرعبة بتقول إن قبو القصر كان بيتم فيه تجارب غامضة على الجثث، وإن ده سبب إن المكان بقى ملعون. لكن الغريب بجد إن لحد النهاردة كل مرة حد بيحاول يرمم القصر بالكامل بيحصل حادثة غريبة، كأن المكان بيرفض يتصلح. قصر السكاكيني مش مجرد مبنى قديم، ده لغز من لحم ودم وحجر بيتحرك بين الماضي والحاضر، ومفيش حد قدر يعرف السر الحقيقي وراه. هل فعلا القصر مسكون، ولا كل اللي بيحصل مجرد لعنة اتولدت من خوف الناس؟ اللي متأكدين منه إنك لو عديت من قدامه بالليل هتحس إن في عيون بتراقبك من الشباك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تبخلش علينا باللايك وفعل الجرس. ولو عندك حكاية عاوز تعرف عنها معلومات أكتر اكتبها في الكومنت علشان تبقى هي موضوع الفيديو اللي جاي.